انتهت اليوم مباراة منتخب المغرب الأولمبي ضد نظيره مالي بفوز أسود الأطلسي بركلات الترجيح في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس أفريقيا تحت 23 عاما على استاد مولاي عبد الله. وتأهل أسود الأطلس إلى هذا الدور بالعلامة الكاملة في دور المجموعات بتحقيق 3 انتصارات أكدت على الجيل المميز الذي يقوده نجم برشلونة عبد الصمد الزلزولي، إذ فاز المنتخب المغربي في الجولة الأولى أمام غينيا كوناكري 1-2-1، ثم اكتسح غانا في الجولة الثانية بنتيجة 5-1 قبل أن يؤكد ترشحه كمتصدر للمجموعة بهدف أمام الكونغو. بينما تأهل منتخب مالي برصيد 6 نقاط من منافسات المجموعة الثانية تصدرتها مصر برصيد 7 نقاط بعد منافسة قوية مع النيجر والجابون.